فؤاد جنيد طبعا. وكان في بلبل شوي حول علاقتكم، صارت بعض الخلافات، وهلا انتوا رجعتوا تشتغلوا مرة تانية سوا؟ نحن ما بطلنا نشتغل. ما بطلتوا تشتغلوا لا. سوا، يعني كلها كانت اشاعات ما لها عازة. اكيد كان في خلافات بيناتكم هو القصص. هي الفكره في دائما وجهات نظر موسيقيه بتنطرح، واحيانا بصير في اختلاف وجهات نظر موسيقيه وبصير في اتفاق ببعض الاحيان. فيلي صار انه نحن كان في حاله من هو في وجهه نظر معينه موسيقيه براسه وانا في وجهه نظر، وجربناها وعدنا للشغل. احدى التجارب الموسيقيه اللي انا كان لازم اعملها تجربتي الموسيقيه مع النجم الكبير تامر حسني، اللي هي فكره اختراع مجتمعات جديده وموسيقى جديده وعبالي ادخل مصر. فهذا الشيء اللي عمل غياب موسيقي صغير ورجعنا. بس هيدا ان شاء الله دايما تضلوا سوا. وانا فؤاد يعني الناس يمكن ما بتعرف مدى العلاقه، نحن ربينا مع بعض، نحن حرفيا كبرنا مع بعض نحن وعم نشتغل موسيقى. فالخلافات الفنيه والموسيقيه ما بقى بتعني لي اذا انا عم بحكي عن رفيق، لهيك دائما بدعي له هو شخصيا بالتوفيق، ولا ممكن خلاف فني ينزع علاقة رفيق. وانا على حسب ما بعرف ان انت شخص كتير وفي، وكل العالم بتحكي بهيدا الشيء، وزقف لهالاخلاق الحلوه اللي معنا بالاستوديو.